فالمسلم يطلب الرزق من جميع الوجوه المباحة، بالبيع والشراء، بالعمل الوظيفي، بالاحتراف والعمل باليد، بالزراعة، بكل وسيلة مباحة يطلب الرزق. وهذا مما أمر الله جل وعلا به، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش ويعبد ربه ويصل رحمه وينفق في سبيل الله إلا بالمال، والمال لا يحصل إلا بسبب وطلب. يطلب الرزق بأي وسيلة مباحة ولو بالاحتراف والكد والعمل. أما ما عليه كثير من الشباب اليوم أنه لازم وظيفة ولا ما يشتغل، لازم وظيفة ولا ما هو طالب للرزق، ويجلس معطل للأسباب ويضيع من يمونه لأنه ما حصلت له وظيفة. هذا غلط. إذا ما حصلت لك وظيفة فاطلب الرزق بغير الوظيفة، بل طلب الرزق بغير الوظيفة أحسن بعد.